ساعات كتير لما تقف حاجة قدامك في شغلك أو في مشروع جديد بتعمله، تسمع نصيحة من صديق أو صوت من عقلك يقول لك يا عم اشتري دماغك وهات حد يحل لك المشكلة دي أو يعمل لك الموضوع ده أيا كان. لكن اللي أنت مش فاهمه في اللحظة دي، أنت سلمت شغلك لحد تاني وأنت مش واخد بالك، وضيعت على نفسك فرصة إنك تتعلم حاجة جديدة وأنت بتحاول تحل المشكلة بشوية مجهود زيادة. طب إيه رأيك لو أنا قلت لك إن في دول كاملة بقت بتكسب مليارات الدولارات فعليا وحرفيا لأنها قررت تعمل شغل غيرها؟ لو مش مصدقني تعال نسأل السوق. السوق بيقول إيه مع مصطفى إسماعيل. في التسعينات كانت الشركات العالمية بتعاني من مشكلة ضخمة، مراكز خدمة العملاء بتكلفهم ملايين الدولارات بسبب ارتفاع الأجور والتكاليف. هنا ظهر السؤال المهم، ليه مفيش شركات تانية تعمل الشغل ده عنهم أرخص؟ اللي فكروا فيه إنهم يشتروا دماغهم وينقلوا خدمة العملاء دي لدول تانية تكون الأجور فيها قليلة وتقدر توفر خدمة عملاء 24 ساعة وتكون فرصة كويسة بالنسبة لهم. وطبعا وقع اختيارهم على الهند. سنة 1999 الهند بدأت رسميا في إنشاء مراكز خدمة العملاء اللي هي الكول سنتر، وفي أقل من 10 سنين وأصبحت الهند أكبر مركز لخدمة العملاء في العالم. الهند وحدها بقت تمتلك أكثر من 50% من مراكز العملاء، وبدأت تدخل من القطاع ده بس أكثر من 200 مليار دولار سنويا. الهند ببساطة قررت إنها تبيع صوتها، والشركات قررت تشتري دماغها. تفتكر الآيفون بتاعك ده معمول في أمريكا؟ شركة أبل بتصمم الآيفون بتاعها في أمريكا، ولكن بتصنعه حرفيا في الصين. الصين فهمت من بدري إن الدول الكبيرة عاوزة تشتري دماغها وتخلي حد تاني يتحمل تكاليف التصنيع. الصين قالت ببساطة هاتوا عندي المصانع وأنا هعمل لكم كل حاجة أرخص وأسرع. والنهاردة أكتر من 90% من منتجات أبل ونايكي وديل واتش بي بتنتج في الصين أو في دول تانية زي فيتنام وماليزيا. والنتيجة إن الدول دي بقت تحقق مليارات الدولارات من وراء الشركات العالمية اللي قررت إنها تشتري دماغها. مش كل مرة بتشتري دماغك بتنجح. في سنة 2013 شركة بوينج الأمريكية قررت إنها تشتري دماغها وتصنع بعض أجزاء الطيارة في دول تانية، وكل دولة كانت بتعمل جزء صغير من الطيارة. اللي حصل كانت مصيبة وكارثة. حصلت مشاكل تقنية كبيرة جدا وأخطاء في التصنيع كلفت بوينج خسائر بالمليارات وتأخير في الإنتاج لسنين طويلة. المشكلة هنا كانت في التوزيع الزايد للشغل، وإنك لما تشتري دماغك زيادة عن اللزوم ممكن تفقد السيطرة على جودة المنتج بتاعك. التركيز على الأوت سورسنج أو الحاجات التانية اللي ممكن حد يعملها لك بفلوس أقل مش عيب، لا بس لما تكون عارف أنت بتعمل إيه، مش بتشتري دماغك وخلاص وبتوفر لمجرد التوفير. يعني مثلا شركة نايكي قررت تصمم جزمة رياضية جديدة وحبت تعمله في مكان تاني، فلازم تتأكد من التصميم وجودة المنتج اللي يلاقي من العلامة التجارية بتاعتها. وفعلا نايكي عملت كده في فيتنام، وجوجل عملت كده في الصين. النجاح الحقيقي امتى تعرف تشتري دماغك، وامتى لازم تحط ايدك في الحاجه وتحل مشاكلك بنفسك. في النهايه فكره انك تشتري دماغك وتنقل جزء من شغلك لحد متخصص تاني مش دايما غلط، بس برضه مش دايما صح. المهم يكون عندك بلان وتختار بناء عليها. وسؤالي ليك دلوقتي، هل انت مستعد تخسر سيطرتك على منتجاتك عشان تشتري دماغك؟ هل عندك القدره انك تختار شريك يساعدك وتكبروا مع بعض من غير ما يضرك؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات، وما تنسوش دايما نسأل السوق. السوق بيقول ايه؟ لو عايز وش القفص وخايف تشتري سمك في ميه، يبقى لازم تبص للأمور من زاوية أوسع. وتقرأ وتابع وتفهم كل اللي حواليك، ولو عايز كل ده في حتة واحدة يلا بينا نسأل السوق. السوق بيقول ايه مع مصطفى إسماعيل.